واتصلت بي إحدى القنوات الأجنبية وقالت: أنت فلان؟ نعم. قال: نريد حديثا على الهواء حول الأوضاع في سوريا. قلت: أنا جاهز. حددوا لي موعدا، وإذا على الخط الثاني كان المدعو من المعارضة السيد رضوان زيادة. قال بعد حديث لا أريد الآن أن أعيده، قال: هذا ممثل الشعب السوري في مجلس الشعب، أغلب أو كل أعضاء مجلس الشعب هم أزلام للسلطة. قلت له وجاوبت وأفتخر وسأعيد هذا الجواب أنني أفتخر أن أكون من أزلام السلطة في سوريا. إذن علينا ومع ذلك علينا أن نجد آلية لنتصل مع كل العالم كبرلمانيين كمجلس الشعب، نمثل الشعب، نشرح الحقائق، نقف على الواقع. يجب أن نقف على الواقع، أن نطلب من العالم، من الجامعة العربية، من كل العالم أن يقفوا على الواقع. نحن لا نريد إلا الواقع. وما كان ينعقد هذا الاجتماع ولا غيره إلا بثمن الشهداء، ونحن إذ نقول نتبنى الشارع أي نتبنى كل ما ينادي به الشارع. أولا إسقاط هذا النظام. عندما نصل إلى الواقع، نصل إلى الحقيقة، نصل إلى الحل.